سامح مندوب مبيعات لشركة عالمية ليها فرع في مصر، بيحقق التارجت بتاعه كل شهر. ولأنه بيبيع منتجات إلكترونية ده خلى عنده معلومات كتيرة عنها، وبكده بيقدر يبيع حلو قوي المنتجات اللي معاه لأنه فاهمها كويس. فبيقدر يوفر للعميل المنتج المناسب ليه واللي فعلا هيحقق له اللي هو عايزه. لكن بعد الظروف الاقتصادية الأخيرة الشركة قررت تقفل الفرع بتاعها في مصر، واستغنت عن كل الموظفين اللي فيها. سامح بقى يدور على شركة تانية، بس للأسف المرتبات قليلة جدا. ولما اتكلم مع رامز صاحبه قاله: طب ليه ما تبتديش انت الشغل الخاص بتاعك، وانت عندك خبرة كويسة في المجال ومعاك راس المال اللي ممكن تبدأ بيه. بس سامح قاله: لا لا لا، أنا مش هقدر أعمل كده. يا ترى سامح فعلا مش قادر ولا مش عايز؟ مبدئيا كده ربنا خلق الإنسان بقدرات وإمكانيات لا محدودة، من بداية إنه خلاه يختار ما بين اتجاه الخير واتجاه الشر، أو اتجاه الجنة واتجاه النار. لكن الإنسان دايما بيجي في قراراته المصيرية ويقول: لا لا لا، أنا مش قادر. بس الحقيقة إنه بيبقى مش عايز، أو بمعنى أدق هو خايف يخسر علاقة مؤذية في حياته، خايف يخسر مكان، خايف يبدأ من جديد ويبذل مجهود ويتعلم. المهم إنه بيكون في الحقيقة خايف. وعشان كده لازم نتعلم إزاي نتعامل مع مخاوفنا. أول حاجة أعرف أنا خايفة من إيه أصلا، وبعد ما أحدد اللي أنا خايفة منه أسأل نفسي: هو الخوف ده حقيقي؟ هو أنا أصلا الموضوع يستاهل إني خايف للدرجة دي؟ وبعد ما أسأل نفسي السؤالين دول بسأل نفسي إيه الخطوة اللي ممكن أعملها دلوقتي عشان أواجه مخاوفي دي. أدرس الموضوع بشكل أكبر، أتعلم مهارة جديدة، محتاج دعم من جهة معينة. المهم إن ما تخليش مخاوفك توقفك.